بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم الرقاق اللي هو الطري. تمام. حلو جدا وبطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله هتجربوه معايا هيبقى حلو. تمام. هنا انا جبت زي 3 كيلو من الدقيق كده. خلاص. هحللهم كده كويس، يعني هنخلهم. تمام، في المنخل. ماشي. جربوها معايا، بصراحه جميله جدا. في ناس كتير ما بتحبش تعمل الرقاق بخميره. انا بصراحه جربته كذا مره. حبيته جدا جدا بالخميره، بيبقى جميل جدا وطعمه يعني ليه طعم. خلاص. اهو. احللهم كده كويس. انا عندي دقيق في الشكاره، يعني كان عندي غله وغسلاها وكده وطحنينها. ماشي اهو. هحط بقى دول شويه ملح. خلاص. هحط برضو شويه سكر، بيخلي طعم الرقاق جميل جدا جدا. يعني بصوا، يعني جربوها ومش هتندموا صدقوني. خلاص. حطيت بقى ايه كيسين من الخميره. خلاص، براحتك حطي. يعني انا كنت مستعجله بصراحه، فانتي لو انتي حابه، يعني انتي ما عندكش وقت، عندك وقت عادي حطي كيس واحد. خلاص. انا ما كانش عندي وقت، فايه حبيت اعملهم بسرعه كده. ده لبن كان رايب. تمام، لبن رايب يعني اهوت. هنلفه كده باللبن الرايب بدل الميه يعني. انا عجنه كله بلبن، ما عجنتوش بميه خالص. ماشي، يعني ما حطيتش عليه ميه. ده كان لبن رايب اهو. طب انا عوزت دلوقتي شويه لبن كمان او شويه ميه او اي حاجه احط عادي براحتي. ماشي. انا بقى دلوقتي عوزت لبن، جبت لبن صافي بقى. خلاص. لو انت حابه تحطي لبن وميه مفيش مشكله، براحتك برضو. خلاص. اهو. من هنا على فكره حبيبه اللي بتعجن مش انا، علشان معلش انا ايديا والله بتوجعني، فهي حاسه بيا يعني، وانا معلماها يعني الحمد لله. تمام. واحده واحده كده اهو. بقول لها اعملي كل اللي هو العجين على جنب، وخدي الدقيق بقى. هو ده كده كان كنت احتجت لبن. جبت شويه لبن كده كان عندي. ماشي اهو. هتعجن بقى. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله يا جماعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهو بتلموا. ماشي كده. هي طبعا عجنته، هو اتعجن خالص. يعني لتته كله وعجنته وخلاص مية مية، وكده كان خلاص يعني. ماشي. انا بقى حبيت احط له شويه السمنه بتوعه بعد ايه، بعد العجين. خلاص كده بشربه السمنه، بيبقى طعمه احلى من ان انت تحطي كله مع بعض وتعجنيه. خلاص كده. شويه السمنه دول زي كوبايتين كده من السمنه، او كوبايه ونص، وحبه زيت عليهم. خلاص اهي. بسم الله ما شاء الله. السمنه شكلها جميل وشكلها تحفه بصراحه. بصي صفارها يعني جميلة جدا. بصي كنت لسه مسيحاها. خلاص كنت مسيحة زبدة يعني. ماشي اهي. افضل بقى اعمل كده لما السمنة كلها الدقيق يشرب، العجين يشربه يعني معنى اصح. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهو. ماشي. ما تخافوش، يعني العجين سهل جدا، خلي بالكم. كل الناس دلوقتي بقت تعجن اهو. لو كانوا فاضلين حبة صغيرين كده حطهم لها هما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اهو. بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر. بصي العجين يعني زي الملبن في ايديها، الله اكبر عليها برضو. بصوا الله اكبر ما شاء الله اهو. بتفضل بقى تلف فيه كده. خلاص، يعني مفيش حاجه لازقه برضو في الحاجه اللي احنا بنعجن فيها. ما شاء الله عليها اهي. تمام اهو. علامي ده يا جماعه. تمام. ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك لها في صحتها. ما شاء الله عليها، يعني هي جدعه وشاطره بتسمع الكلام. ماشي اهو. تفضلي بقى تقلبي شمال ويمين، تقلبي هنا وهنا وتتلتي كله هو كده. بصي يعني مش محتاج اي حاجه خالص. كده بقى ايه هتلمه. خلاص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. مش محتاج اي حاجه خالص، جميل جدا. يعني عايزه اقول لكم يعني يا دوبك ساعه زمن بالظبط وكان خمران. خلاص اهو. وكان زي الملبن في ايديا. انا هنا كده بقى الراس اهوت بكوره كور صغيره. خلاص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا ايه عشان هو طري وبيخمر. فانا كنت بعد كل كوره بعيد عن التانية. خلاص. اللي هو الحاجات اللي مش بتخمر دول تلزقهم جنب بعض. تمام عادي. انما اللي بيخمر ده لا، ابعديه عن بعضه عشان خاطر ايه ما يلزقش في بعضه، وبعد كده هتحتسي انت. خلاص اهو.
انا اللي كنت بقرص كده خلصت اهو الكميه كلها خلاص، بألف هنا وشفا. ماشي اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بص منظره في الفرن جميل جدا. خلاص هنا بقى ايه، هو كان طري يعني طري لدرجه ان هو ايه، ما كانش محتاج ان انا ابطط ولا اعمل فيه اي حاجه. خلاص فعشان ما يلزقش فزودت له شويه دقيق، والمفروض انا ما كنت زودت دقيق كتير كده، بس هو طلع برضو جميل وكل حاجه، بس انا اضطريت ان غصب عني ان انا ايه احط له دقيق عشان خاطر ما يلزقش واعرف ايه اشتغل فيه يعني. خلاص الرقاق عموما مش بيتحط له دقيق كتير كده. خلاص يا جماعه. ماشي اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، جه عليه كان جميل جدا. والرقاق الطري كمان في ناس بتحبه ايه، ان هو بتطلعه ايه مسلوق، يعني يا دوبك تحطه في الفرن يقب بتروح مطلعه على طول. انا بصراحه بحب ايه البقعه اللي فيه دي، انا بحب ان هو ايه يبقى فيه بقعه كده اللي هي ايه اللي هو التحميره دي. خلاص بحب انا كده في اعتقادي ان هو ايه بيبقى مستوي يعني. خلاص بس هو بيبقى جميل جدا، قعره حلو. بصوا مية مية. تمام اهو. وما بياخدش حاجه في ثواني، يعني يا دوبك بيشم النار كده يستوي على طول. خلاص ما بتسيبوش لما ينشف يعني. تمام. دي كانت حبيبه. طبعا انا قلت لكم ان هي بقت شاطره ما شاء الله عليها اهيت. ماشي. ايديها بقت بايدي بصراحه، يعني ربنا يا رب يديها الصحه. ايديها بايديا دلوقتي الحمد لله اهي. بص بسم الله ما شاء الله الرغيف بيطلع عامل ازاي الرقاقيه في ثواني. هو المفروض ان انت لو مش بتحبي مش بتحبيه البقعه فيه اللي هو يعني بيبقى مستوي قوي، بتطلعيه في ثواني. ماشي اهو. ما شاء الله. بصي بيعمل ازاي. الله اكبر عليه. يا ربنا يكفينا شر عذاب النار يا رب اهو. ماشي واحده واحده كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا دوبك ياخد بس البقعه اللي هي اللي فوق اللي انا قلت لكم عليها دي، واروح مطلعه. بص من تحت ومن فوق عامل ازاي. دي حابه على فكره، ده اختيار يعني، انت حابه ان انت تطلعيه مسلوق مفيش مشكله. تمام اهو. مش مسلوق ان هو لدرجه ان هو يعني يبقى ني، لا، يا هو بيخش الفرن يبقى جميل مية مية. خلاص اهو. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ماشي. دي كانت تقريبا اخر، دي كانت البركه، دي كانت اخر واحده تقريبا اه. ماشي اهي. كانت اخر واحده، كانت صغيره كده، كنت مقرصاها صغيره. بسم الله ما شاء الله عليها. بصي شكلها حلو قوي صغيره كده. ماشي اهي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهي كده تمام. انا كده خلصت. هوريكم بقى دلوقتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دي الكميه غير اللي اكلناه قدام الفرن. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش والله لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبألف هنا وشفا يا جماعه. شايفين المنظر، منظره تحفه جدا على فكره. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس. وبألف هنا وشفا.